السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكربة وننال بها منازل الشهداء والصديقين، فضلا وليس أمرا. القناة لسه جديدة ومحتاجة لدعمكم، فاللي لسه مشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. بالله عليكم تخرجوا من الفيديو قبل ما تحطوا اللايك، تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر ويرنا في من ظلمهم عجائب قدرته. النهارده ان شاء الله هنقول مع بعض تفسير اسم رفيع في المنام. واسم رفيع في المنام من الاسامي الجميله جدا 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 اللي بتدل على الرفعه والمكانه العاليه لصاحب الرؤيه او صاحبه الرؤيه، كما ورد في كتب علماء التفسير، ومنهم المنقول عن الامام ابن سيرين والله تعالى اعلى واعلم. كمان رؤيه اسم رفيع في المنام، في منام الرجل بتدل، في منام الرجل المتزوج بتدل على رفعة مكانته ومنزلته وعلو شأنه بين الناس والله تعالى أعلى وأعلم. بعض الأحيان بتدل على ترقيه في العمل أو فتح باب رزق كبير ليه والله تعالى أعلى وأعلم. وكمان في بعض الأحيان بتدل على مخالطة علية القوم، سواء رؤساء أمراء حياة، يعني مناصب عالية بصفة عامة أيا كانت وضعها إيه الاجتماعي والله تعالى أعلى وأعلم. كمان في منام اسم رفيع في منام المرأة المتزوجة بيدل على رفعة منزلتها بين الناس وهي وأسرتها، وكمان حسن الخلق اللي مشهورة بيه ومعروفة بيه بين الناس هي وأسرتها كلها والله تعالى أعلى وأعلم. كمان اسم رفيع في منام المرأة الحامل بيبشرها إن شاء الله بمولود ذو أخلاق حميدة رفيع الخلق في كل، وإن شاء الله هيكون على درجة عالية من الخلق والعلم والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية اسم رفيع في منام المرأة المطلقة والأرملة بيدل على رفعة منزلتها وأخلاقها العالية اللي مشهورة ومعروفة بيها بين الناس، وكمان إنها دايما بتتعامل برقي وبأسلوب حسن مع كل الناس، حتى اللي بيسيئوا ليها، فهي دايما بتتعامل بحسن خلق ومنزلة عالية ورفيعة والله تعالى أعلى وأعلم. كمان رؤية اسم رفيع في منام الفتاة العزباء بيدل على صفاتها الطيبة والمحمودة وأخلاقها الحسنة الرفيعة المعروفة بيها واللي بيشهد لها الناس بيها والله تعالى أعلى وأعلم. كمان اسم رفيع في منام الشاب الأعزب من الحاجات اللي بتدل على رفعة منزلته وخلقه وأخلاقه الدينية وتدينه اللي معروف بيه وحسن معاملته ومعاشرته للناس والله تعالى أعلى وأعلم. كمان اسم رفيع في منام الطالب بتدل على رفعة منزلته وعلمه، وإن هو هيتلقى علم كتير بأمر الله، وإن إن شاء الله هيكون من أهل العلم والمعرفة والله تعالى أعلى وأعلم. كمان اسم رفيع في المنام بصفة عامة من الحاجات، في منام المريض كمان بتدل إن شاء الله على رفعته وشفائه بأمر الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم. وخصوصا لو كان مريض بيعاني من الأمراض النفسية، فده إن شاء الله رفعة ليه علو مكانة وشأن ليه بأمر الله، وتخطيه للفترة الصعبة اللي بيمر بيها وشفاء بأمر الله تعالى والله تعالى أعلى وأعلم. اسم رفيع في المنام دايما مرتبط بالمكانة العالية والرفيعة وحسن خلق الرائي أو الرائية والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.